وسهلا فيكم بدرس السادس للغة الإسبانية. اليوم أخيرا كان عندي وقت لأعمل الفيديو لأنه أنا كنت كتير مشغول بدراسة اللغات التانية، بس أخيرا هيدا الأسبوع أنا بالعطلة وأنا كتير مبسوط لأنه أنا بالعطلة أخيرا. وأخيرا كمان كان عندي وقت لأعمل الفيديو. وبهذا الفيديو أنا بدي أعلمكم موضوع مهم مثل ما قلت لكم بالمرة اللي فاتت بالفيديو اللي فات بالدرس الخامس. اليوم راح نتعلم كيف نستعمل الفعل سير. الفعل سير باللغة الإسبانية كيف نستعمله وإمتى لازم نستعمله. طيب فيلا منبلش. أولا راح لكم بالعربي الجملة بالعربي، وبعدين راح أقول الجملة نفس الجملة بالإسباني مع الفعل سير. طيب فبالعربي عنا أنا أنطونيو، بالإسباني بنقول Yo soy Antonio. Yo soy Antonio. وكمان فينا نقول soy Antonio. بالإسباني نحنا فينا نقول الفعل بس من دون ضمير، هذا مش مشكلة. مش مثل مثلا ممكن كتير منكم بيحكوا فرنساوي، وبالفرنساوي نحن لازم نقول دايما je suis, je m'appelle, je vais, tu es, nous allons. بالفرنساوي دايما لازم نستعمل الفعل مع ضمير. بس هون بالإسباني ليس مش مشكلة، فينا نستعمل الفعل بس. طيب فأنا أنطونيو بنقول yo soy Antonio. هو أحمد él es أحمد أو es أحمد. طيب فالفعل سير زائد اسم، اسم شخص مثل فاطمة، مها، أحمد، محمد أو أي شيء. أو كمان مع اسم تاني مثلا وظيفة مثل أنا طالب أو هي معلمة، نحن معلمون. طيب فأنا طالب soy estudiante. Yo soy estudiante. طيب soy estudiante أو yo soy estudiante أنا طالب. وبعدين نحن معلمين somos profesores. somos profesores. طيب فالفعل ser زائد اسم مثل أحمد أو زائد وظيفة. طيب وبعدين الفعل second case الفعل ser زائد artículo indeterminado. artículo indeterminado بالإنجليزي هو the كيف اسمه بالإنجليزي مثل وأن وهيدا. نسيت الاسم بالإنجليزي. طيب انتو بالعربي ما عندكم هيدا، بس يعني انتو يلي بيعملوا مع التنوين مثلا كتاب نحن بنقول un libro، او مثل بالانجليزي a book، او بالفرنساوي un livre. وي نسيت كل شي اليوم. طيب لانه انا كتير نيرفوس لانه امبارح كان في زلزال. انا عملت الفيديو بالشانل كتير حلو. انا لحالي بالبيت وفي زلزال، استني لي شويه. ما صار شي الحمد لله. طيب فالفعل ser زائد artículo indeterminado وزائد اسم تاني، اسم آخر مثلا هذا، لا ليس هذا، es un libro. es un libro. es un libro يعني إنه أو هو كتاب. طيب ليس الكتاب، لا فقط كتاب un libro. أي كتاب العالم، ما بنعرف أي كتاب بس un libro كتاب، ما بنعرف أي كتاب. طيب ف es un libro هو كتاب أو إنه كتاب. son libros baratos. son libros baratos إنها
كتب رخيصة. إنها كتب رخيصة أو هي كتب رخيصة. طيب أو es una casa grande. Es una casa grande. إنه بيت كبير أو هو بيت كبير. طيب es una casa grande. Es un país grande. هي دولة كبيرة. بايس يعني دولة أو بلد أو وطن. لا مش وطن، بلد أو دولة. جراندي يعني كبير. طيب وبعدين third case الفعل سر زائد artículo determinado يعني أداة التعريف بالعربية. الكتاب. طيب تعرفوا شو أداة التعريف. وزائد اسم الشيء. طيب فمثلا هو المعلم. él es el profesor. مثلا yo soy el profesor de español. Yo soy el profesor de español يعني أنا معلم اللغة الإسبانية. أنا معلم اللغة الإسبانية. Yo soy el profesor de español. أو Maha es la profesora de árabe. Maha معلمة اللغة العربية. Maha معلمة اللغة العربية. طيب Maha es la profesora de árabe. أو كمان فينا نقول es el libro de أحمد. es el libro de أحمد. هو كتاب أحمد أو إنه كتاب أحمد أو هيدا الكتاب تبع أحمد. es يعني فعل سر. el يعني أداة تعريف. el libro يعني كتاب. de يعني تبع أو من. أحمد يعني أحمد. ف es el libro de أحمد. هو كتاب أحمد أو هو الكتاب تبع أحمد بالعامية. طيب وكمان الفعل سر مع صفة زائد صفة. مثلا el libro es azul. azul يعني أزرق. el libro الكتاب es الفعل سر azul أزرق. الكتاب أزرق. el libro es azul. طيب أو أيضا el chino es muy fácil. el chino يعني الصيني أو اللغة الصينية. es الفعل سر muy fácil سهل جدا. fácil يعني سهل و muy يعني جدا. فال chino es muy fácil. اللغة الصينية سهلة جدا. طيب أو الصيني سهل جدا. أو أيضا es mucho. مثلا عندما نذهب إلى المحل ونريد أن نشتري أي شيء ولا أدري لماذا أتكلم بالفصحى ونقول هذا كثير يعني الثمن غالي جدا. es mucho هذا كثير. طيب فمرة أخرى سوف أقول لكم الأمثلة مع الفعل السر بالفعل السر بالإسبانية. طيب yo soy Antonio. él es profesor. es un libro grande. es la escuela de Maja. el idioma español es muy fácil. طيب مرة أخرى yo soy Antonio أو soy Antonio. él es estudiante أو es estudiante. es un libro grande. es la escuela de Maja. el idioma español es muy fácil. طيب هيدا كل شي. هيدا
موضوع استعمال الفعل السير باللغة الإسبانية. بتمنى إنه فهمتوا كل شيء، وبتمنى إنه عجبكم هيدا درس، و I swear إنه راح أعمل أكتر فيديوهات هالأسبوعين وعندي وقت عن جد. وبتمنى إنه فيكم تتعلموا كتير من اللغة الإسبانية. إذا عندكم أسئلة بليز كتبوا لي كومنتس أو على الفيسبوك أو في كل مكان. وطيب هيدا كل شي، وبشوفكم المرة الجاية إن شاء الله. وطيب مع السلامة، أديوس.